السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. النهاردة الفيديو اللي كل الناس كانت طالباه ومستنياه حبينا نعمله بقى عشان انتوا غاليين علينا. شوية اجتهادات على شوية تسريبات، اجتهادات كده إن شاء الله صحيحة، وشوية تسريبات كده من حبايبنا في التوكيلات. ويعني الخير جاي في 2026 إن شاء الله، يعني بعيد عن اللي بيحصل في العالم حوالينا، ولكن نستبشر خير في بلدنا بإذن الله، إن الجاي خير بإذن الله. وكل اللي كان نفسه في عربية إن شاء الله في 26 هيشتريها. بس قبل ما أبدأ الفيديو ده خليني أعمل إعلان. هو مش إعلان ممول ولا مدفوع، هو إعلان للبراند بتاع أختي يلو كيكز. هي شغالة في كل أنواع الكيك والتورت الخاصة بأعياد الميلاد أو الأفراح، وعجينة السكر والحاجات دي كلها، الحاجات اللي فيها سعرات دي، وفي حاجات صيامي لاخواتنا المسيحيين، وفي حاجات عاديه. كل حاجه هتلاقوها عندنا ان شاء الله. هسيب لكم اللينك بتاع الصفحه بتاعها في الكومنتات تحت. واي حد جاي من صفحه هشام ويقول لها انا جاي من صفحه هشام، ان شاء الله ليه تخفيض باذن الله كويس جدا هياخده باذن الله، عشان ده هيبقى اول تعامل معاه. هسيب لك كل اللينكات تحت. ويلا بقى بسرعه عشان ما نتاخرش نبدا الفيديو اللي انت مستنيه. الفيديو بتاع النهارده بقى بالورقه والقلم، الورقه والقلم، كل حاجه معانا. ومش عايز اطول عليكم، وخلينا نبدا على طول نخش على الام جي. الام جي اللي عملت بالمثل بتاع كن نفسك قبل ما حد ياكلك. نزلت ام جي جي تي، وكله كان متوقع انها تنزل 1,300,000 1,350,000، ولكن حرقت السعر ونزلتها بمليون جنيه رسمي و1,050,000 تاني فئه. وطبعا المعارض كالعاده ما بيرحموش نفسهم، على طول جابوا العربيه اوفر برايس 50,000 جنيه عشان يبيع لك الفئه العاليه بمليون و100 جنيه. فما يا جماعه ما حدش يشتري اي عربيه باوفر برايس. احجز وهتستلم من التوكيل احسن. وفر ال 50,000، اعمل فيلم حمايه، اعمل اي حاجه للعربيه. انت اولى اعمل تامين، امن على العربيه. عربيه لسه نازله جديده، قطع الغيار هتبقى غاليه، امن عليها احسن لك بكتير. فام جي قررت ان شاء الله باذن الله خلال شهر واحد او بدايه شهر فبراير، ولكن الاغلب في نصف شهر يناير، ام جي 5 اللي كانت الفئه الاولى ب 800 والفئه الثانيه ب 900، ان شاء الله في كلام ان في تخفيض جاي 30,000 جنيه على الفئتين. الفئه الاولى عشان تبقى ب 770، والفئه الثانيه عشان تبقى ب 870 باذن الله، في تخفيض 30,000 جنيه. فاللي كان عايز يجيب ام جي 5 يستنى شويه، في تخفيض جاي. لان الناس كلها تقول لك انا اللي دفعني 900 احط 100 واجيب الام جي جي تي او 150 اقسطهم وهيبقى احسن. فام جي قررت ان هي تعمل تخفيض بسيط، ولو اني شايف ان تخفيض اقل حاجه 50,000 عشان الدنيا تمشي، لان برضو الام جي 5 عربيه قديمه بقالها كتير في السوق وشكل قديم، فكله عايز يحدث. ولكن اجتهادات كده جايه من ناس حبايبنا ان في 30,000 جنيه نزول باذن الله. تعال نخش على شيري اريزو، عربيه ناس كتير قوي حباها، والمانوال اللي اخيرا توفرت بسعر 650,000 جنيه. وخليني اقول لك لو عايز عربيه للشغل وتريحك، هي الشيري اريزو مانوال. الاوتوماتيك دايما فيها كلام، الفتيس السي في تي فيه مشاكل، ولكن المانوال مفيش منها اي مشاكل وب 650. اما الاوتوماتيك اللي ب 740 في كلام ان هي هتنزل كده بتاع اربعينايه، وهتبقى رسمي ب 700,000 جنيه ان شاء الله. تعال نخش بقى على العربيه الاس يو في المنتشره اللي ناس كتير قوي حباها وعايزاها، التيجو 4 برو. تيجو 4 برو اللي اول فئه فيها ب 875، وتاني فئه ب 910، وتالت فئه ب 980. طبعا كاييه اكس 3 برو حرقت التيجو 4 برو. المبيعات كانت شغاله قوي لان اصلا ما كانش فيه غيرها، يعني كله تيجو 4 برو كانت بتبيع ليه، ما فيش غيرها على الساحه. فاما دايما لما بتلاقي فيه منافس ما بيقدر يحصل منافسه، فالدنيا بتريح. الدنيا ريحت مع التيجو 4 خلال الشهر 10 و11 و12. فهم خلاص مقررين ان هم عاملين تخفيض انا شايفه ملوش اي لازمه. بيتكلموا في 25,000 جنيه لكل فئه، هينزلوها 25,000 جنيه عشان تبدا الفئه الاولى ب 850,000 جنيه. فما تيجي تبص لها تلاقي الكاييه اعلى فئه ب 850,000 جنيه، اللي هي غالبا مفيش فيها تخفيضات الفتره الجايه خلاص. فاجيب اول فئه ب 850,000
ولا اجيب القايه الاول فئه اللي هي فاضيه اصلا، ولا اجيب القايه اعلى فئه ب 850000؟ فشايف ان الناس برضه هتروح للقايه، خصوصا ان قطع الغيار هي نفس قطع الغيار التيجو 4 ما عدا الاجزاء الخارجيه اللي متوفره في التوكيل، ولكن هم لقوا ان في تخفيض 25000 على الفئات هيظبط معاهم شويه، فاحسن من ما فيش. تعال نخش على طول على هيونداي والبراند الكوري اللي كل الناس في مصر بتحبه وبتعشقه، اكسنت ار بي. غالبا الفئه الاولى اللي هي ب 729 في ثبات، مفيش يعني غبور نادرا لما بينزل اسعار، هو شايف ان في ثبات للفئه دي ال 729000 جنيه، مش هينزل في فئات الار بي. اما الاي دي طبعا بعد نزول الام جي جي تي فهتريح مبيعات الاي دي الفتره الجايه، فالفئه الاولى اللي هي ب 899 والفئه الثانيه اللي هي ب 990 في نزول متوقع 40000 جنيه على كل فئه ان شاء الله، يعني في 40000 جنيه باذن الله. الفئه اللي هي ب 900 دي كلام كتير قوي ان هي هتبقى ب 860000 جنيه، وده هيبقى حلو اما اقارنها بام جي جي تي اللي بمليون، فانا هنا نزلت 140000 جنيه. فها مع ان انت بتقارن باعلى فئه، بس خلينا اقول احسن من ما فيش يعني. رينو تالند اللي هي ثابته ب 675 اول فئه، وتاني فئه ب 725، مفيش نزول بعد النزول اللي حصل، حتى بعد النزول المبيعات مريحه شويه. خلينا نخش عند نيسان صاني بقى اللي كله بيطلبها. الفئه الاولى للرسمي ب 690000 جنيه وبتتباع في المعارض ب 650000 جنيه، والفئه الثانيه ب 745 والفئه الثالثه ب 795. الفئه الاولى متوقع في نزول 40000 جنيه في السعر الرسمي عشان تتباع رسمي ب 650000 جنيه، واما تتباع رسمي ب 650 المعارض هتبدا تحرق 10 20 فتنزل لاقل من كده 640 635 في الفئه دي. اما الفئتين التانيين نزول 25000 جنيه بسيط كده ان شاء الله خلال شهر يناير، فشايفه برضو بعيد. لذلك دايما بنصح بنيسان صاني الفئه الاولى بس عشان هي اللي تبقى قيمه مقابل سعر، باقي الفئات في اختيارات تاني اخر. هنخش على طول على السنترا اللي مبيعاتها واقعه خالص وب 900000 جنيه فئه واحده، وفي حرق في المعارض عليها. في ان شاء الله خلال شهر يناير نزول 50000 جنيه في سعر السنترا عشان تتباع ب 850000 جنيه رسمي من الوكيل، والمعارض هتحرق 10000 جنيه تاني عشان العربيه تقيله في البيع. وبرضو يا جماعه غيروا الفتيس السي في تي، عربيه واسعه وكبيره، مصر هنا بيحبوها قوي، غيروا الفتيس سواد فتيس اعتمادي، العربيه دي هتاكل السوق والله. تعال نخش على التويوتا اللي ثابته مفيش جديد، 1,150,000 لاول فئه وثبات كامل. عربيات شنجان غالبا انخفاض 30000 جنيه على كل الفئات، وملوش اي لازمه برضو لان المبيعات ريحت من ساعه السي اس 55 اما حد عمل حادثه وقال الموتور ب 800000 وطلعت القصه دي ومحدش اكد المعلومه من الوكيل او نفى المعلومه، فالمبيعات اصلا ريحت للعربيه لانها غاليه، و30000 جنيه حتى لو اقروا او صدقوا في الكلام شايفه ملوش اي لازمه. تعال بقى للعربيه اللي لازم تنزل الفتره الجايه ونازله في شهر واحد شويه، جيلي ايميجراند، افضل عربيه سيدان في مصر حاليا، موتور عادي مفيش فيه مشاكل، تنفس طبيعي، فتيس اوتوماتيك عادي اعتيادي، سرعات مفيش اي مشاكل، ولا تي في تي ولا كلاتشات ولا اي حاجه، فتيس عادي. فاللي بيتباع ب 840000 جنيه فئه اولى، 940000 فئه ثانيه. يقال احدى التسريبات من الوكيل ان ال 40000 هتنزل عشان الفئه الاولى ب 800 والفئه الثانيه ب 900، وانا شايف ان الفئه الاولى كده ب 800 هي غاليه برضو بس كويسه، عربيه حلوه مفيش منها مشاكل فهتبقى كويسه. سوزوكي عامله تخفيضات 20000 جنيه على العربيات و50000 جنيه على السويفت، وبرضو بعيد خالص 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 عن المنافسه، حتى بعد ما تنزل 50000 للسويفت، السويفت عايزه 100 و150 بعد ال 50 عشان تبدا تنافس. جاك اس 2 اللي ب 710 في نزول ان شاء الله 50000 جنيه من ثمنها عشان تتباع ب 660 والناس تحرق ب 650 قبل التجميع المحلي ما ينزل اللي هياكل السوق. البايك اليو 5 ثبات 725 اول فئه، في ثبات مفيش نزول بعد النزول الاخير ليها. تعال نشوف الاوبترا بقى، فئه اولى ب 700 وفئه ثانيه 725. خلال اليومين الجايين في نزول 25000 جنيه للفئتين رسمي من الوكيل عشان الفئه الاولى تبقى ب 675 والفئه الثانيه تبقى ب 700000 جنيه. اما القايه اكس 3 برو ففي ثبات في السعر 800 فئه اولى بتيجي بالطلب، 850 فئه ثانيه بتحجزها برضو وبتيجي بالطلب.
بروتون ساجا 650,000 جنيه رسمي، في نزول 30,000 جنيه ان شاء الله من الوكيل. هي دلوقتي على فكره بتتحرق في المعارض ب 630، في نزول 30 هتتباع ب 620 رسمي ان شاء الله. اما بقى المفاجاه بتاعت الحلقه النهارده، استنوا خلال شهر واحد العربيه اللي هتنزل تقلب السوق بقى وتعمل لكم قلق. البايك زي ما قلبت السوق باليو 5 بلس، هتقلب السوق بالبايك اكس 35 ان شاء الله، فيها 900,000 جنيه، موتور تربو 154 حصان 210 نيوتن، مع فتيس سي في تي اللي الناس خايفه منه، ولكن ان شاء الله مش هيكون في مشاكل فيها، جايه بكل مواصفات الامان والكماليات وفتحه السقف الفوميه، في رينج 900 890 880. شايف ان هي هتعمل شغل حلو قوي. البايك اليو 5 اما نزلت كانت السوق، والاكس 35 ان شاء الله هتاكل السوق هي كمان. ده كان فيديو سريع كده، شويه تسريبات عشان اللي هيجي يسال هو انت جايب الاسعار دي بتفتي؟ لا، احنا ما بنفتيش، دي تسريبات ان شاء الله اكيده لكل اللي قلناه. وانا شايف ان حتى التسريبات اللي قلناها مش اللي هي يعني المفاجاه الضخمه، يعني انا شايف ان هي اسعار تخفيضات طبيعيه لازم تحصل، يا اما البيع هيقف على البراندات اللي مش هتنزل، وشايف ان العربيات محتاجه تنزل بال100 وال150 الف جنيه اكتر من كده. اما سوق المستعمل، البقاء لله في سوق المستعمل. طول ما الناس ماسكه في السعر، سوق المستعمل هيفضل ميت لحد ما الناس تقتنع ان هي لما تبيع عربيتها هتقدر تجيب زيرو، فالدنيا هتمشي. ولو ليك اي سؤال سيبه في الكومنتات. جمعنا الله واياكم في جنة عرضها كعرض السماوات والارض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.